في مساء خريفي بارد من يوم الأول من نوفمبر لسنة 2007 كانت مدينة بيروجيا الإيطالية تستعد للدخول في ليلة هادئة. هذه المدينة الجامعية الصغيرة التي تشتهر بشوارعها الضيقة وهدوئها الأوروبي الساحر لم تكن تعلم أن الساعات القادمة ستحولها إلى محور واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في القرن ال21. كانت ميريديث كيرشر الطالبة البريطانية البالغة من العمر 21 عاما قد وصلت قبل أسابيع قليلة فقط إلى إيطاليا للمشاركة في برنامج تبادل طلابي. الفتاة التي درست في جامعة ليدز استأجرت غرفة في منزل صغير تقيم فيه أيضا طالبة أمريكية تدعى أماندا نوكس بالإضافة إلى زميلات أخريات. كانت بيروجيا بالنسبة لميريديث فرصة لعيش تجربة جديدة، دراسة لغة جديدة، والانغماس في ثقافة جديدة، لكن تلك الأحلام توقفت فجأة وبشكل دموي. في صباح 2 من نوفمبر لسنة 2007 كانت نوكس وصديقها الإيطالي رافائيل سوليتشيو يعودان إلى المنزل ليجد أشياء غريبة: الباب مفتوحا، نقطة دم صغيرة على الصنبور، وآثار غير مفهومة في الحمام. لكن القلق الحقيقي بدأ حين لاحظ أن غرفة ميريديث مغلقة بإحكام من الداخل. اتصلوا بالشرطة، وعندما وصلت القوة وكسروا الباب ظهرت الفاجعة: ميريديث ملقاة على الأرض، مغطاة ببطانية، وعلى عنقها جرح عميق. كان المشهد صادما، مؤلما، ويدل على مقاومة شرسة. منذ اللحظات الأولى أدركت الشرطة أن الجريمة ليست بسيطة. آثار الدماء داخل المنزل، زجاج مكسور في إحدى الغرف، وبقايا بصمات وأدلة بيولوجية جعلت المحققين يوسعون دائرة الاشتباه. وبعد تحليل أولي ظهر اسم صادم في سجلات الحمض النووي: رودي غايدي، شاب من أصول إفريقية كان معروفا لدى الشرطة بتصرفاته المثيرة للريبة. بعد أيام قليلة تم العثور عليه في المياه حيث حاول الهرب، ثم تم ترحيله إلى إيطاليا. لكن المفاجأة الأكبر جاءت عندما بدأت الشرطة تفحص سلوك وتصريحات أماندا نوكس وصديقها سوليتشيو. في نظر الشرطة بدا تصرفهما غير طبيعي في الساعات التي تلت الجريمة، وأثناء التحقيق أدلت نوكس بتصريح مربك اتهمت فيه رجلا آخر يدعى باتريك لومومبا صاحب بور كانت تعمل فيه. اعتقل لومومبا لكنه أطلق لاحقا بعد ثبوت أنه لم يكن موجودا في مكان الجريمة لحظة وقوعها. المحققون الإيطاليون اعتقدوا أن الجريمة ارتكبها أكثر من شخص، وأنها لم تكن مجرد اقتحام عشوائي، بل ربما كانت مرتبطة بخلاف أو محاولة اعتداء انتهت بمقاومة عنيفة من الضحية. رغم أن الأدلة ضد ماندي ورافائيل لم تكن قوية، إلا أنها كانت كافية لاتهامهما رسميا. في 2008 حكم على رودي كود بالسجن 30 عاما بعد ثبوت أن حمضه النووي كان في غرفة ميريديث وعلى جسدها. أما ماندي ورافائيل فقد واجها محاكمة طويلة، واتهمتهما النيابة بالمشاركة في الجريمة. في 2009 صدر الحكم الأول بإدانتهما وسجنهما، لكن القصة لم تنتهي. في 2011 خلال الاستئناف ظهرت أخطاء في جمع الأدلة، تلوث في العينات، طرق غير علمية لتحليل الحمض النووي، وتناقضات في محاضر التحقيق. أعيدت المحاكمة وتم الإفراج عنهما، ثم أعيدت القضية عدة مرات حتى صدر الحكم النهائي في 2015 ببراءتهما الكامل لعدم وجود أدلة كافية. رودي كود الجاني الوحيد المدان خرج من السجن مبكرا عام 2021 بعد قضاء 13 سنة فقط. على الرغم من مرور السنوات بقيت القضية محط جدل واسع. بعض الناس يعتقدون أن رودي هو الوحيد الذي ارتكب الجريمة، بينما يظن آخرون أن الشرطة أخفقت في الربط بين مشتبه بهم آخرين. وحتى مع ظهور تقارير حديثة تتحدث عن امرأة أجنبية قد تكون قرب مسرح الجريمة، ظل الجدل مستمرا. قضية ميريديث كيرشر لم تكن مجرد جريمة قتل، بل كانت مواجهة بين الأدلة العلمية، التحقيق، الإعلام، والرأي العام. أظهرت كيف يمكن لجريمة واحدة أن تهز ثقة الناس بالعدالة، وتحول حياة 3 شباب إلى لغز مستمر حتى اليوم.